تخيل معايا كده إن في حاجة صغيرة جدا موجودة في جيبك دلوقتي حالا تقدر تاخدك لألف عالم مختلف وتعيشك مغامرات ما تخطرش على بالك. بس في نفس الوقت لو مش عارف تستخدمها صح هتبقى مجرد وحش بياكل وقتك وبطاريتك ومبيفيدكش بأي حاجة. يا ترى ايه هي الحاجة دي؟ خليك معايا لحد آخر الفيديو عشان تعرف الإجابة اللي ممكن تفاجئك. يا أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. خلينا النهاردة متفقين إن تطبيقات الأبس بقت هي اللي ماشية حياتنا حرفيا. زمان كنا عشان نروح مشوار نسأل عم محمد بتاع الكشك ويوصف لنا غلط ونلف حوالين نفسنا. دلوقتي بنفتح جوجل ماب وبرضه بنتوه، بس على الأقل في صوت واحد شيك كده بيعتذر لنا بيقول لنا إعادة توجيه المسار. التطبيقات بقت زي الأمهات بالضبط. تطبيق يفكرك تشرب مية، تطبيق يقولك نام عشان وراك شغل بدري يا حبيبي، تطبيق يشفط فلوسك في الشوبينج. بس وسط كل الزحمة دي احنا كشباب بندور على الترفيه، خصوصا بقى الناس الرايقة اللي بتحب تقرا مانجا ومانهو وكوميكس والاوتاكو. حبايب قلبي، تخيل تبقى راكب الميكروباص وراكب جنبك واحد نايم على كتفك وانت بتحاول تفصل من الواقع وتفتح المتصفح العادي عشان تقرا شابتر المانجا بتاعك. فجأة تلاقي 50 إعلان طلعولك في وشك والصفحة بتهنج والشابتر مش راضي يحمل. حاجة تعصب صح؟ هنا بقى بيجي دور بطلنا او بطل حلقتنا النهاردة، هو ويب براوزر مانجا بين. التطبيق ده يا سيدي مش مجرد متصفح عادي، ده عامل زي جي بي اس بتاع المانجا. وظيفته انه يسهل عليك حياتك في القراءة، بتنزله وتدخل من خلاله على مواقع المانجا اللي انت بتحبها وهو بيقوم بالواجب. بيشيلك الدوشة، بيرتبلك الفصول، بيخلي تجربة القراءة ناعمة زي الحلاوة الطحينية. طب نستخدمه ازاي بشكل صحيح؟ الموضوع ابسط من سلق البيض. اول ما تفتح التطبيق بتضيف اللينك بتاع الموقع اللي متعود تقرا منه. التطبيق بيفلتر الموقع ده وبيعرض لك الفصول بشكل منظم جدا. الحلو بقى انك تقدر تضيف المانجا دي لمكتبتك جوه التطبيق، وهو بيحفظ انت وقفت عند انهي صفحة وانهي فصل. يعني وداعا لجملة هو انت وقفت عند الفصل 105 ولا 150. التطبيق بيفكرك بكل حاجة. ميزات التطبيق ده كتيرة، أهمها الواجهة البسيطة اللي مش محتاجة مهندس نووي عشان يفهمها، وسرعة تحميل الصور لأنه متصفح متصمم مخصوص للميديا، وتقدر تقرا وتعمل زوم براحتك. بس خلينا نبقى صراحة، مفيش حلاوة من غير نار. عيوب التطبيق إنه أحيانا لما الموقع الأصلي يغير السيرفرات بتاعته التطبيق ممكن يهنك شوية على ما يظبط نفسه. كمان في بعض الإعلانات الخفيفة، ما هو المطور برضو محتاج ياكل شاورما يا جماعة، مش هيشتغل ببلاش. وعشان اكون نقلتلكم الصورة كاملة دخلت لفيت لفة في بلاي ستور عشان اشوف رأي الناس اللي جربت. الاغلبية العظمى بتشكر في فكرة المتصفح المخصص وانه خفيف على الموبايل. بس اكتر تعليق واخد لايكات هناك كان واحد كاتب على التطبيق: عظمة وريحني من دوشة المصفحات التانية، بس ياريت تقللوا الإعلانات شوية أو تعملوا نسخة مدفوعة رخيصة عشان الواحد بيفصل وهو مندمج مع البطل. ده طلب منطقي جدا الصراحة. لو حسيت إن مانجا بين مش جاي على هواك، في بدائل تانية قوية في عالم المانجا، زي تطبيق ميهو، أو هو اللي هو الوريث الشرعي لتيكو موي، وتطبيق كوتوس. او لو عايز تدعم الصناع بشكل رسمي وقانوني 100% عندك تطبيق مانجا بلس. نرجع بقى للسؤال الغامض اللي سألتهولك في اول الفيديو: ايه الحاجة اللي في جيبك بتاخدك لعوالم تانية او بتضيع وقتك؟ الاجابة ببساطة هي موبايلك الذكي وتطبيقات. لو استخدمت تطبيقات بتنظم وقتك وهويتك زي مانجا بين هتعيش ألف حياة وتستمتع. لو سبت نفسك لعشوائية السوشيال ميديا وقتك هيضيع. لو عجبك الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك العنيف، وهسيبك اللينك تحميل التطبيق في الوصف تحت. جربوه وقولولي رأيكم في الكومنتات. سلام.